حتى 27 شباط كان الناس يذبحون في كل يوم بالمئات أنا يعني هذه الكلمة، كانوا يذبحون بالمئات كل يوم. يعني قتل في حماة أكثر من 40,000. رفعت الأسد اعترف ب38,000 لصحيفة الاندبندنت. يعني لو تقسموا 38,000 على 25 يوم أو 27 يوم، كم يكون معدل القتل اليومي يا إخوة؟ مين شاطر بالرياضيات؟ احسبوا لنا إياها بسرعة، اللي جنبه آلة حاسبة. 40,000 أو 38,000 خلال 25 يوم، كم هو معدل القتل اليومي إذن في مثل هذا الشهر يا إخوة؟ قبل 31 سنة، قبل 31 سنة يا إخوة، قبل 31 سنة. اقسموا على 25، هي أيام المجزرة الفعلية. أكثر القتل حصل في 21 يوم الأولى، أكثر القتل وأشد القتل حصل في 21 اليوم الأولى، ثم استمر يعني إلى بقية اليوم 27. حوالي 1500 شخص يا إخوة، نعم 1500 شخص يوميا يقتلون 1500 شخص يقتلون يوميا في مثل هذا الشهر، فبراير شباط عام 1982. ولا من درى ولا من خبر ولا من عرف ولا من علم. فتصوروا يا رعاكم الله، فتصوروا يا رعاكم الله، ولا فيديو ولا صورة إلا ما ندر ابنية. حياكم الله وبياكم أجمعين. طيب هل ترون أنه نتكلم عن الأمر يا إخوة؟ لأن فهم ما كان قبل 31 سنة سيساعدنا على التعامل سيساعدنا جدا على التعامل مع ما يقبل في هذه الثورة، ومع ما سيأتي في هذه الثورة، وسيساعدنا كثيرا في فهم طريقة تعاملنا مع هذا النظام المجرم الجزار القاتل. على بركة الله. طيب على بركة الله، يا ريت الإخوة اللي موجودين معنا وبيسمعونا يا ريت تعملوا دعوات. طيب يا ريت تعملوا دعوات للغرفة كمان، لا تنسوا الغرفة من الدعم والدعوات. بارك الله فيكم، هذا هام جدا جدا حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الإخوة، ويا ريت الإخوة كلهم يعني يكونوا موجودين ويتفاعلوا إن شاء الله عز وجل. طيب نبدأ يا إخوة بأحداث مجزرة حماة الكبرى، بعد أن كنا مهدنا لها بالأحداث التي سبقت أحداث مجزرة حماة، وكيف أنه كان يخطط بالفعل للإبادة في حماة قبل سنتين، وكانت هناك مجازر مصغرة ومتكررة في عدة مدن سورية وفي حماة نفسها من عام 1980 لعام 1982 حيث المجزرة الكبرى. اللي معنا يكتبوا لنا 4، كل الإخوة اللي معنا. هي أكبر مجازر العصر الحديث بلا منازع. هذا وصفتها بها وسائل الإعلام الغربية والعالمية، وليس من عندنا وليس من عندياتنا. كانت هذه المجزرة بدايتها في 2 شباط في مثل هذا الشهر يا إخوة، قبل 5 أيام عن مثل هذا اليوم في عام 1982، قبل 31 سنة. قبل الدخول في تفاصيل هذه المجزرة وشهادات حية عن ما كان في هذه المجزرة، سنضع أمامكم يعني شهادات عالمية عن هذه المجزرة. نمهد للحديث عن هذه المجزرة بشهادات عالمية لأناس ليسوا عربا ولا حتى مسلمين ولا حتى سوريين، صحفيون غربيون وأجانب، يعني أبى ضميرهم الإنساني، أبى إخلاصهم للحقيقة، أبى إخلاصهم للموضوعية، إلا أنه يساهموا في إماطة اللثام عن هذه الجريمة النكراوعة والتي كشفت وجه النظام الهمج الأسود منذ 31 سنة. النظام هو نفسه نظام آل أسد ونظام القرداحة. هؤلاء الصحفيون يا إخوة لم يسمعوا عن المجزرة من مصادر بعيدة، بل كانوا في دمشق يا إخوة، لأنه كان يتعذب جدا أنه يصل أحد إلى حماة أو يكون في حتى محيط حماة أو أطراف حماة في هذا الوقت بالذات. هؤلاء الصحفيون كانوا في دمشق ولم تفعل السلطات الأسدية ذلك، وظلت تراوغ وتسوف وتماطل
بل حتى أنها لجأت إلى التهديد والترويع لهؤلاء الصحفيين، الترويع لكل من يفكر أنه يقترب من حماة. هذا النظام كان يروع الصحفيين أو كل من يفكر أنه يقترب من حماة أو يقترب إلى محيط حماة، فضلا عن أنها تسمح لهم بدخول المدينة. صحفي واحد استطاع دخول المدينة بعد 20 يوم من الحصار، بعد ما انتهت المذبحة أساسا، ومع ذلك هذا الصحفي يعني نقل جزء مما حصل، نقل شيء مما حصل، نقل مشاهدات مما شاهد في حماة. ذكرت صحيفة نوفيل أوبزرفاتور الفرنسية يا إخوة في 30 نيسان 1982 كتب: تم قمع الانتفاضة الشعبية. اسمعوا يا إخوة، كانت انتفاضة شعبية بقساوة نادرة في التاريخ الحديث. لقد غزا حافظ ورفعة أسد مدينة حماة بمثل ما استعاد السوفييت والأمريكان برلين. تصوروا يا إخوة. لكن طبعا السوفييت والأمريكان كانوا يواجهون في برلين. مين كانوا عم يواجهوا في برلين؟ مين كانوا عم يواجهوا في برلين يا إخوة؟ كانوا عم يواجهوا قوة عظمى اللي هي قوة هتلر. نكمل كلام الصحيفة. ثم أجبروا من بقي من الأحياء تأييدا للنظام. صحفي سوري مندهش قال موجها كلامه لأحد الضباط: رغم ما حدث فإن هناك عددا لا بأس به في هذه المظاهرة. تصوروا يا إخوة، يعني هذا من بقي في حماة. أجاب الضابط وهو يضحك: هذا كله كلام النوفيل أوبزرفاتور الفرنسية. أجاب الضابط وهو يضحك: نعم، ولكن الذين بقوا أقل من الذين قتلناهم. ولكن الذين بقوا أقل من الذين قتلناهم. معنى يا إخوة هذا كلام الصحيفة الفرنسية تحت عنوان: في سوريا الإرهابي رقم 1 هو الدولة. هكذا كان مانشيت اللوماتان الفرنسية في عددها رقم 1606 الصادر في 24 نيسان 1982. المانشيت كان: في سوريا الإرهابي رقم 1 هو الدولة. شوفوا العنوان يا إخوة: في سوريا الإرهابي رقم 1 هو الدولة. 20,000 سجين سياسي، 10,000 قتيل في حماة، 600,000 شخص موضوعون على اللائحة السوداء. طبعا لا تدققوا في أرقام الشهداء يا إخوة، لأن أرقام الشهداء أكثر من ذلك، ولكن تضاربت وسائل الإعلام الغربية عند الحديث عن أرقام الشهداء، لأنه لا يوجد حصر حقيقي لأرقام الشهداء. أرقام الشهداء تفوق 50,000، وإذا أضفنا إليهم 15,000 مفقود لا يعرف أين هم حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، يعني منهم 17 شخص من عائلة. يعني يكون العدد ارتفع إلى حوالي 65,000 شخص. تقول الصحيفة: هناك على الأقل 20,000 سجين سياسي، وربما يصل العدد إلى 80,000 في سوريا. نحن نتحدث عن الفترة قبل 31 سنة يا إخوة، حيث العنف السياسي والإرهاب السياسي هما اليوم عملة رائجة. إن جهاز القمع التابع للنظام مدهش للغاية. هذا كلام الصحيفة. سرايا الدفاع بقيادة رفعة أسد، سرايا الصراع بقيادة عدنان أسد، الوحدات الخاصة بقيادة علي حيدر. إذن سرايا الدفاع بقيادة رفعة أسد، سرايا الصراع بقيادة عدنان الأسد، الوحدات الخاصة بقيادة علي حيدر، المخابرات العامة أيضا. يعني هو يتحدث الآن، الصحيفة تتحدث عن جهاز القمع المدهش التابع للنظام. وقد اشترت وزارة الداخلية مؤخرا من شركة فرنسية عقلا إلكترونيا يمكن له أن يفيش. شو يعني يفيش؟ يعني يساوي فيشة، يعني يحط على اللائحة السوداء
500 ألف شخص دفعة واحدة. تصوروا يا إخوة. وقد اشترت وزارة الداخلية يعني الأسدية من شركة فرنسية عقلا إلكترونيا، يعني حاسب يمكن أن يفيش أو يضع على اللائحة السوداء 500 ألف، نصف مليون شخص دفعة واحدة. لقد شهد العام 1981 وشهد العالم طبعا بطولة قيام عمليات مسلحة يقودها الإخوان المسلمون. طبعا هون القصد بشكل رئيسي الطليعة المقاتلة ضد السلطات في مدن حلب وحمص وحماة. وكانت المواجهات بين الطرفين تدوم عدة أيام، آخذة أحيانا شكل الحرب الحقيقية بين الجناح العسكري للإخوان الطليعة المقاتلة. ونحن نذكر الآن هذا كلام اللوماتان الفرنسية، صحيفة اللوماتان الفرنسية، وبين سرايا دفاع رفعت أسد الحرس الإمبراطوري التابع للنظام. وكانت الضحايا تتساقط بالمئات. ولكن من بين كل هذه الأحداث فإن حدث حماة الأخير الذي دامت عمليا طيلة شهر شباط، هذا هو الشهر الذي نحن فيه يا إخوة، كان الأكثر عنفا، ونتج عنه عدد من الضحايا أكثر بشكل لا يقارن ولا يتصور. إنها أكبر مجزرة في العصر الحديث. هذا وصف بين قوسين اللوماتان الفرنسية. إنها أكبر مجزرة في العصر الحديث على حد قول دبلوماسي سوفيتي. اسمعوا يا إخوة، هذا ليس هذا ما تنقله اللوماتان عن دبلوماسي سوفيتي. دبلوماسي سوفيتي لا يمكن طبعا أن يشك بعدائه، لا يمكن أساسا أنه يشك بعدائه للنظام. أنتم تعرفون العلاقة بين السوفييت وآل أسد، وما يحدث الآن يؤكد ذلك. لقد كان هناك على الأقل 10,000 قتيل على الأقل، وهذا العدد غير صحيح بالمرة، الأعداد تفوق 40,000، ولكن مصادر أخرى تتحدث عن 30,000، وهو رقم قريب من الواقع إذا تذكرنا أنه لكي يقضي على الانتفاضة فقد زج النظام بآلاف من سراياه، كما أنه قصف المدينة بالطيران فوق سكانها المدنيين، مما أدى إلى هدم أجزاء كبيرة من المدينة. حاولوا تتخيلوا يا إخوة وتستلهموا هذا الذي حصل في حماة من خلال مشاهداتكم اليوم، ومن خلال بعض الفيديوهات التي اطلعتم عليها في هذه الثورة، أو المرئيات والمشاهدات التي شاهدتموها في بعض الفيديوهات. حاولوا أن تغمضوا أعينكم وتتخيلوا هذه الصورة. ذكرت مجلة الفيزد الفرنسية يا إخوة، نحن الآن بصدد شهادات محايدة وعالمية وإعلامية غربية في ذلك الوقت عما حدث في حماة يا إخوة. ذكرت مجلة الفيزد الفرنسية في عددها الصادر في أيار عام 1982 هذا الكلام: وكان القمع مميتا أكثر من يوم حرب الكيبور، يوم الغفران، هذا تبع إسرائيل. وكان القمع مميتا، هذا نظام الممانعة طبعا. وكان القمع مميتا أكثر من يوم حرب الكيبور. المدفعية الثقيلة تطلق قذائفها على الآمنين، وطوال 24 ساعة تساقطت آلاف القذائف والصواريخ على حماة، على كل مجمع سكني، على كل منزل. كل هذا كان مستهدفا. يقول دبلوماسي غربي وصل مؤخرا من دمشق يا إخوة أيضا في ذلك الوقت، وهذا تنقل الفيزد الفرنسية أيضا، إنه أعنف قصف حدث منذ حرب سوريا في عام 1941 بين أنصار حكومة فيشي من جهة، وأنصار فرنسا الحرة والبريطانيين من جهة أخرى. هل تلاحظون التشبيه يا إخوة؟ هل تلاحظون التشبيه؟ يعني هو يشبه شدة وعنف القصف الذي حدث على حماة بالقصف الذي كان ما بين حكومة فيشي من جهة وأنصار فرنسا الحرة والبريطانيين من جهة أخرى. قصف البريطانيين وأنصار وثوارها على حكومة فيشي في فرنسا
يعني هو يشبه هذا القصف بأنه أعنف قصف حدث منذ هذا القصف الذي رآه في فرنسا. وأخيرا، هذا كلام الصحيفي، وأخيرا وحوالي منتصف الأسبوع الماضي، طبعا هو يتحدث عن الفترة في أيار 1982، استطاعت الدبابات اختراق المدينة، وطوال أيام كاملة كانت المعركة مستمرة وبشدة، من بيت إلى بيت، أو بالأحرى من أنقاض إلى أنقاض، لأنه لم تبقى بيوت يا إخوة. هذا وتتكتم الدولة على عدد القتلى والجرحى من الجانبين. ويضيف الدبلوماسي الغربي قائلا: ولكن الطلب على الدم في المراكز الطبية كان كثيرا كثيرا كثيرا، مثل أيام حرب الكيبور التي سببت في سوريا آلافا من القتلى والجرحى. يختم الدبلوماسي حديثه قائلا: يمكن القول أن ما جرى في الأسبوع الماضي في حماة هو فرصوفيا أخرى، أي مثل ما حدث لفرصوفيا أثناء الحرب العالمية الثانية. إنه فعلا موت مدينة، إنه فعلا موت مدينة. لكن حماة لم تموت. هل ماتت حماة يا إخوة؟ هل ماتت حماة؟ ما ماتت حماة، بل مات حافظ. ما ماتت حماة، بل فطس حافظ. وها هي حماة تعود، وسوريا كلها تعود. نعم، والنصر قريب بإذن الله. نتابع يا إخوة. ذكرت مجلة الإيكونومست في عددها الصادر في مارس عام 1982 تحت عنوان أهوال حماة إن القصة الحقيقية لما جرى في شهر شباط في مدينة حماة الواقعة على بعد 120 كيلومتر شمال دمشق. شوفوا الإهمال من الصحف يا إخوة. حماة ليست على بعد 120 ميل، صح، عفوا أنا فكرت 120 كيلو. 120 ميل صح. 120 ميل بيطلعوا 250 كيلو تقريبا يا إخوة. 120 ميل بيطلعوا 250 كيلو تقريبا. إن القصة الحقيقية لما جرى في شهر شباط في مدينة حماة الواقعة على بعد 120 ميل شمال العاصمة دمشق لم تعرف بعد، وربما لن تعرف أبدا. لقد مر شهران قبل أن تسمح الحكومة السورية للصحفيين بزيارة خرائب المدينة التي استمرت تحت القصف، قصف الدبابات والمدفعية والطيران 3 أسابيع كاملة. المجزرة كانت 21 يوم تقريبا بالضبط. ونتيجة لذلك فإن قسما كبيرا من المدينة القديمة القائمة في وسط البلد قد محي تماما، وسوي مؤخرا بواسطة الجرافات. بعد الهدم يا إخوة المجرمين يعني جاءوا بالجرافات وسووا البيوت مع الأرض. إن عدد القتلى، نتابع كلام الإيكونومست، إن عدد القتلى يرتفع إلى أكثر من 30,000. إن عدد القتلى يرتفع إلى أكثر من 30,000 شخص، بما في ذلك طبعا خسائر الجيش. هذا كلام الصحيفة. كما تقول تقديرات الإخوان، التقديرات الأخرى تقول ب9,000 فقط، ولكن ذلك رقم رسمي معطى من قبل المستشفيات، ولا يأخذ بعين الاعتبار الناس الذين دفنوا دون أن يدخلوا المشفى. ولم يوفر القصف لا المساجد ولا الكنائس. في حماة يعيش حوالي 8,000 مسيحي، يعني في عام 1981 قبل 31 سنة كان في حوالي 8,000 مسيحي في حماة، ومنذ قرون يعيشون في سلام كامل وفي تآخٍ حقيقي مع أكثرية الشعب السنية المسلمة. وبالفعل يا أخوة يعني مسيحيو حماة من خير المسيحيين. طبعا تقديرات الأرقام يا إخوة نؤكد أنها غير دقيقة، لأن الأعداد تفوق ذلك أضعافا مضاعفة. كان الهدف هو إبادة المدينة، وأولئك الذين دفنوا أو كانت مقابرهم هي حفر معدة مسبقا أو تم حفرها بواسطة الجرافات الكبيرة، ودفنوا بشكل جماعي. أعداد هؤلاء أضعاف الذين وصلوا إلى المشافي أو ماتوا في المشافي أو بلغت عنهم المشافي. متابعين معنا لهون يا إخوة؟ أما جريدة ليبراسيون الفرنسية
فقد ذكرت الليبراسيون الفرنسية على لسان الصحفي شارل بوبت، وهو صحفي فرنسي ومحرر في صحيفة الليبراسيون الفرنسية، استطاع أن يدخل المدينة. إنه الصحفي الوحيد من بين كل أجانب الذين تمكنوا من دخول هذه المدينة وبحيلة ذكية. شارل بوبت كان في دمشق، حينما سمع بالأحداث استقل الباص باتجاه حلب، وفي حمص وأثناء استراحة قصيرة اختفى وترك الباص يتابع سيره، ثم بحث عن تاكسي لكي تنقله إلى مداخل حماة أو ضواحيها بحجة أنه سائح ويبحث عن الآثار. قضى في المدينة وقتا لا بأس به، ثم سلم نفسه للسلطات السورية تمويها. وبعدما عاد إلى فرنسا نشر تحقيقا مطولا يعتبر أخطر ما كتب في الصحافة العالمية عن هذه المذبحة. إنه يقدم لنا شهادة حية ثمينة وقيمتها مزدوجة الطابع، لأن صاحبها محايد في الصراع وموضوعي في الحكم، ولأنه ثانيا لم ينقل أخبارا سمعها عن روايات وصلته بالتواتر، وإنما يحكي ما شاهده بنفسه وما رآه من مآسي وأهوال. لا يتسع المقال هنا أو المقام هنا يا إخوة لنشر هذا الريبورتاج بالكامل، فهو طويل للغاية. سنكتفي بطرح بعض الفقرات من هذا المقال، فلنترك الكلام له الآن، والذي نشرته الصحيفة صحيفة الليبراسيون في الأول من آذار في عام 1982. في الساعة 7 صباحا تبدو حماة مدينة غريبة، حركة عمران كل شيء في طور الإعمار أو كان كذلك، وفجأة توقف كل شيء. وبمحاذاة البيوت التقليدية القديمة كانت الأبنية الحديثة تبدو كأنها حيوانات ضخمة جريحة واقفة على ظهرها. طبعا تخيلوا الصورة يا إخوة، لأن حتى الأبنية الحديثة في ذلك الوقت والشاهقة تم قصفها أو تم تدميرها، وكانت تبدو فعلا كحيوانات ضخمة جريحة واقفة على ظهرها. الطوابق الأرضية ظاهرة. شو معنات الطوابق الأرضية ظاهرة يا إخوة؟ هذا من شدة الدمار. الأعمدة التي تستخدم عادة لحمل الطوابق الأخرى كانت عارية ومتجهة نحو السماء بشكل مستقيم، وعلى قمتها قضبان حديدية ملتوية وصدئة. إنني أمشي الآن وسط بيوت متهدمة وأشجار مكسرة وأعمدة ملوية أو منزوعة من مكانها. هناك قليل من السكان ومثلهم، فإنني أتنقل بحذر أثناء المسير. إنه هنا حدث القتال وما زال مستمرا من صباح هذا اليوم من شهر شباط. إنها ليست الحرب، ولكن بالأحرى نهاية معركة كانت على ما يبدو رهيبة. هذا اللي عم يحكي إنه دخل حماة، هذا دخلها بعد المجزرة. هو لم يدخلها في المجزرة، دخلها يمكن في بعد انتهاء المجزرة في آخر شباط. ننتقل من بيت إلى بيت، ومن فوقنا تمر طائرة هليكوبتر، وأمامنا عائلات بأكملها تبكي، جثث تجر من أرجلها أو محمولة على الأكتاف، أجساد تتفسخ وتنبعث منها رائحة قاتلة، وأطفال تسيل منهم الدماء وهم يركضون لاجتياز الشارع. امرأة ترفض أن تفتح لنا باب منزلها، إنها ليست زيارة متفقا عليها، إنني غير مرغوب في مثل هذه الساعات. ونهيم على وجوهنا أنا ومرافقي، وهو أحد أبناء المدينة الذي تطوع بهذا العمل، ولكن كنا محتاجين لأن نبقى ضمن الأحياء التي ما تزال في أيدي الثوار التي تضيق رقعتها شيئا فشيئا. وأخيرا تستجيب المرأة لتوسلات مرافقي وتفتح لنا الباب. إنها تخبئ زوجها، ها هو ذا أمامنا مسجى على الأرض، ها هو ذا أمامنا مسجى على ميتا منذ 5 شباط. وهكذا فإن كثيرا من الناس يخبئون جرحاهم عليهم القوات الحكومية. أما الأموات فإن أهاليهم يدفنونهم بسرعة إذا أمكن، فيما أصبح يطلق عليه اليوم مقبرة الشهداء في الزاوية الكيلانية،
والتي تم نسفها بالكامل كليا فيما بعد. بضع طلقات نارية صوب الجنوب تتبعها رشقات قوية، وخلال 10 دقائق كانت القذائف تتساقط كالمطر أينما كان، وحيثما تسقط كانت تسمع صرخات الرعب ونداءات التوسل إلى الله على بعد أمتار منا. شاهدنا رجلا يتمزق تماما ويسقط فوق جدار كما لو أنه هيكل عظمي. ولم أصدق عيني، ولكن عندما ظهرت الطائرات من جديد فوقنا دفعني مرافق لتحت منزل صارخا: ها هم يعودون. في الطريق يصادفنا رجل يقدمه مرافقي لي على أنه طبيب، وبكل سرعة يناولني الطبيب بضعة أوراق ويكتب لي أسماء ضحايا. كم قتيلا؟ سألته، أجاب: لا أعرف، ليس أقل من 8 أو 10 آلاف، لقد رأينا ضحايا في كل مكان. أمسك، توقف حتى يعرف العالم كله الحقيقة. سجل: مصطفى شامية، طارق عبد النور، أديب السبع، أحمد الشلبي. وبإشارة أفهمه أنه لا فائدة من الاستمرار بهذه الطريقة، لأنني لا أستطيع أن أسجلهم كلهم، ولكنه يستمر وبكل عصبية ويطلب مني بطريقة الأمر أن أسجل: إبراهيم الطرأجي، فؤاد جودات، غسان جلوسي، غسان دهيمش. أترك حماة بمزيج من الرعب والفزع. الفزع حين أتذكر أنه صلاة، كما لو أن المآذن نفسها قد انكمشت على نفسها تلقائيا. متابعين معنا يا إخوة؟ متابعين معنا؟ هل تتخيلون هذه الصور الرهيبة؟ هل تتخيلون هذا الذي حدث؟ هل تتخيلون هذه المشاهد؟ هل تغمضون أعينكم وتتخيلون هذا الكلام وما يلفه من أحداث؟ نشرت صحيفة ديت سابت الألمانية في 2/4/1982 تقريرا عن مجازر حماة تحت عنوان: مذبحة كما في العصور الوسطى، كيف ابتلى أسد مدينة حماة بالموت والدمار. هذا عنوان الصحيفة يا إخوة: مذبحة كما في العصور الوسطى، كيف ابتلى أسد مدينة حماة بالموت والدمار. جاء في هذه الصحيفة: دمشق نهاية آذار. إنما حدث، هذا التقرير كتب في دمشق في نهاية آذار، إنما حدث في مدينة حماة قد انتهى. كان هذا تعليق الرئيس أسد لعنه الله، لعن الله روحه. العنوا روحه يا إخوة، العنوا روحه. إنما حدث في مدينة حماة قد انتهى. كان هذا هو تعليق أسد على أخطر أزمة داخلية هزت سوريا منذ توليه السلطة في العام 1970. قرابة 4 أسابيع في شباط أغرقت حماة بالدماء والآلام من قبل قوات بلغ عددها 11,000 رجل، مدرعات، مدفعية، طائرات النظام الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات حماية أمن الدولة، المخابرات، سرايا الدفاع، سرايا الصراع. لقد انتهت فترة القتل والنهب والحرق التي تذكر بالعصور الوسطى، وسكتت المدافع وغدت المدينة أنقاضا ورمادا. إن مدينة حماة التي ذكرت في الإنجيل في الوصايا القديمة تقع على نهر العاصي، هي واحدة من أقدم مدن العالم. يقال أن الرب قد خلقها وهي لها بعد عودته إلى الأرض، نظرا لأنها لم تتغير، لم تعد الآن موجودة. لقد توقفت النواعير الأسطورية التي كانت منذ قرون تملأ القناطر والمستودعات بالمياه، ولم يبقى في المدينة ومن متاحفها ذات الماضي البابلي والآشوري والسليماني إلا بقايا تعيسة. ويلجأ المحققون العسكريون الغربيون إلى انطباعات وأسماء من الحرب العالمية الثانية لتصور أبعاد الدمار الذي حل بالمدينة. أسماء وانطباعات عن مثل برلين في عام 1945
وستالينغراد، وفي الخرائب التي استحالت إليها أحياء الكيلانية. يبحث ناس حائرون صامتون كأنهم مشلولون، وحولهم لا تتوقف الجرافات عن العمل حتى يوم الجمعة، فهي تزيل بقايا ممتلكاتهم التي يحملونها في أكياس من النايلون، وهي أكوام أنقاض وهدائم خرائب وأردام قبور جماعية. ولقد وعدت الحكومة بأن تعيد بناء المدينة. هناك مخططا يهدف إلى ألا يبقى في مركز المدينة القديم حاليا إلا العشب الأخضر. كما يقال أن المخطط يهدف إلى تغييرات أساسية، مثل إبعاد الأحياء السكنية عن بعضها من أجل السيطرة عليها وقهرها، وكذلك تخفيف الكثافة السكانية بإسكان علويين من القرى المحيطة. ويتنبأ مهندس درس في مدينة حماة. طبعا هذا يا إخوة حدث فعلا، يعني حماة كانت ذات أزقة ضيقة يمكن من خلالها أنه تناور مع المعتدين، يمكن من خلالها أنه تلجأ إلى المناورة، تلجأ إلى حرب الشوارع. بعد هدم مدينة حماة وتجريف أحيائها، يعني زالت كل الأزقة وزالت كل الشوارع الضيقة، أحياء بأكملها مسيحت عن وجه الأرض طبعا. لكنه لم يفلح في تسكين علويين في حماة على فكرة يا أخي، بفضل الله عز وجل. يعني هلا عندنا منطقة اسمها الضاحية، يعني هي منطقة جديدة يمكن فيها ضباط ولا فيها عساكر ولا فيها ممن يعمل في الأمن يسكن هذه المناطق فحسب. نكمل يا إخوة كلام الديتسابت الألمانية. يتنبأ مهندس درس في أوروبا أن مدينة حماة الجديدة ستكون بشوارعها العريضة قابلة تماما للسيطرة عليها بسهولة. احنا حكينا على الموضوع يا إخوة وقتها مشان الحراك العسكري. يقول جامعي آخر: لقد كانوا دائما يريدون إنهاء حماة وقتلها. يعني من أيام أمين الحافظ، مين بتذكر يا إخوة لما قال بدنا نزرع حماة بطاطا؟ يعني شو بدك تزرع؟ بدك تحول مدينة إلى مزرعة بطاطا. شو معناتها الكلمة؟ يعني إنه بدك تجرفها بشكل كامل. صوت مسموع يا إخوة؟ الصوت مسموع. طيب نعم، يجب أن تجرف وتحرث بشكل كامل حتى تتمكن من زراعتها بطاطا. نعم. يقول مهندس آخر: وقتلها، والآن تم لهم ذلك. ويسمي سفير العربي إعادة البناء استئصال دمل المعارضة في حماة إلى الأبد. على كل، فإن حماة قد انتهت الآن مخربة مهجورة منهوبة كليا، كما لو أن جنكيز خان مر بها، على حد تعليق تاجر مسيحي منكوب. إن ما يحكم حماة الآن هو الذعر وسوء الظن المقيت والحرس ووحدات رفعة الأسد التي تشيع الإرهاب، وكل حديث يزيل بعض الستار عن صور المأساة في ليلتي 2 و3 من شباط، عندما اندلع على رجال حي بكامله أمروا من الجيش بتوزيع الخبز وإعدام 70 رجل أمام المشفى البلدي في 19 شباط. وجثتان عرضتا هناك أيضا وبشعا ومثل فيهما إلى حد رهيب لطبيب عيون مشهور وطبيب داخلية. وأم لم يسمح لها طيلة الأسبوع بدفن جثة ابنها الذي قتل أمام المدينة، أمام الجميع. يعني لا، الصور كلها صور قاصرة عما حدث في حماة، لكن هذا يعني هيك عم تعمل فلاشات على إيش، على بعض المشاهد من حماة. كلهم لم يسألوا عن أسمائهم أو هوياتهم أو عن الذنب الذي اقترفوه. قطعان مما يسمى جنودا
يتقاتلون على غنائم الذهب والمجوهرات. يعني هذا كمان فلاش، خذوه فلاش مما حدث. يعني كانت تقطع الأيدي لنهب الذهب، وتقطع الأصابع لنهب الذهب، وتقطع الرؤوس لنهب الذهب أيضا. وتلطخ بصورة بذيئة جدران البيوت بأسماء البنات من البقايا المتفحمة لأثاث مستشفى خاص. سأعيد هذه الكلمة 5 مرات. وتلطخ بصورة بذيئة جدران البيوت بأسماء البنات والنساء المغتصبات التي يكتبون من خلال بقايا الفحم الناتج عن أثاث مستشفى خاص. وتلطخ بصورة بذيئة جدران البيوت بأسماء البنات والنساء المغتصبات التي يكتبونها ببقايا فحم من أثاث مستشفى. قاموا فوق سطحه نارا يشفون عليها 6 خراف. ومنذ الآن فصاعدا لمن يوجد لمن بقي على قيد الحماة من سكان حماة ناحية من جهنم اسمها حماة. طيب، بارك الله فيكم يا أخوة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ثم نعود إن شاء الله إلى الحوادث اليومية يوما بيوم مما حدث في حماة في عام 1982. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حماة عادت وسوريا عادت والنصر قريب بإذن الله عز وجل. والثأر لشهداء حماة والثأر لشهداء سوريا يحصل كل يوم، ويوفى الحساب كل يوم بفضل الله عز وجل، وما عند الله أشد وأبقى لهؤلاء القتلة والمجرمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.